والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على مشاكل الفرخ، مشاكل موت الزغاليل اذا كانت قبل الفأس او بعد الفأس او قبل ما الزغلول ان هو يكتمل بيبدأ يموت، زائد الزغاليل اللي هي ضعيفة ووزنها بيبقى خفيف. كل ده هنشوفه دلوقتي مع بعض من خلال الجولة اللي هنعملها، وهتبقى عملي بإذن الله عشان نستفاد من الفيديو. يلا بينا بقى نشوف الفيديو كده مع بعض ونشوف المشاكل اللي احنا هنحلها دلوقتي باذن الله. نبدا بقى كده يا جماعه على السريع كده ان شاء الله بالقصوص اللي هي الزينه اللي عندنا. ده قص نفاخ، ده الذكر، ودي النتايه، ودي النتايه بتاعته اللي هي الاصليه. طبعا النتايه لسه انا واخد منها الحصى دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو كده يا جماعه، وحضنته تحت القصوص اللي هي اللاحم اهو كده. ننزل بس كده القص مع بعض تمام لحد ما اشوف حضان اهو كده يا جماعه. المشكله طبعا مش في البيض او ان انا احضن البيض، انا عندي مشكله طبعا ان النتايه النفاخ دي دايما ان هي تبيض على الارضيه بتاعه السلك، ما بتبيضش في الطاجن، فدايما البيض عندي بيتكسر كده. ولكن الحمد لله بحل المشكله زي ما احنا شايفين كده بابسط حاجه يا جماعه. ممكن ان انا اجيب الزرق بتاع الحمام وهو زي ما احنا شايفين نشف، بعد ما بحطه على البيضه او الحصوايه بالطريقه دي كده، بحط الحصوايه في الشمس لحد ما ينشف، وان انا احضنها تحت اي قص مؤقتا دلوقتي. بس لازم يكون التاريخ بتاعنا اللي هو قريب 7/8 و9/8، فدي مفيش فيها اي مشكله. نفس الحكايه برضو اهو كده يا جماعه، محضنين برضو تحت القص ده كده. الحصوايه التانيه برضو يمكن هنلاقيها برضو مكسوره وعالجتها بالطريقه اللي احنا عملناها دي. الحصوايه دي طبعا 11/8، يمكن دي طبعا متاخره شويه، واحنا زي ما احنا عارفين ان الحصوات التانية بتنزل بعدها ب 48 ساعة. فدي طبعا حلول سريعة لازم ان انا احلها مع الحمام بتاعي، مش لازم ان انا اجيب عجينة او حاجة زي كده. ممكن بالزرق بتاع الحمام ده بالنسبة للبيض المكسور. الحاجة التانية طبعا زي ما احنا شايفين كده، ده برضو فرد من القصوص اللي هي البخارة اللي عندي، محضنه برضو تحت القصوص اللاحم. ويمكن شفنا قبل كده ادي في البداية فرد برضه نفاخ، فرد بخارة، الاتنين دول زغاليل. وادي الزغلولين التانيين اهمت يا جماعه برضه محضنهم تحت قص اللي هو الجمعيات. طبعا الجمعيات يا جماعه دي في التحضير بتبقى جميله جدا وحنينه وبتزق كويس زي ما احنا شايفين كده. برضه الزغلولين اهو الحمد لله برضه زقنهم كويس. برضه لازم ناخد بالنا من حته تحجر الحويصله دي، عشان في ناس كتيره جدا برضه سالت عليها. لازم ان انا اتابع الزغاليل بتاعتي، امسكها كده واشوف الحويصله بتاعتها اذا كانت طبعا متحجره او مليانه ميه. مهم جدا برضو عشان اهي كده زي الزغلول ده كده، ده طبعا الحويصله بتاعته ناشفه شويه، فلازم ان انا اديله نص سنتي من اللي هو الديجونورم عشان ما يحصلش تحجر للحويصله زي ما احنا بنقول. الزغلولين طالما قد بعض كده مفيش عندي اي مشكله. دي حاجه مهمه جدا لازم نعملها مع الزغاليل، عشان في ناس كتيره جدا برضو بتشتكي من الزغلول الكبير والزغلول الصغير. ففي الحالة دي انك انت بتشيل الزغلول ده لحد ما يأكله الزغلول الصغير، وبعد كده بتبدأ ترجع الزغلول الكبير يأكلهم مع بعض، بيطلعوا وزن واحد وعمر واحد وقد بعض بالظبط في الحجم. وادي زغلولين بخارة تمام. ويمكن شفنا كمان زغلول وزغلول اهو، والقص اهو بايض الحمد لله. قدرت ان انا اخد من القص ده 4 زغاليل زي ما احنا شفنا كده. يمكن الاعمار بتاعت الزغاليل اللي عندي كلها قريبة جدا من بعض. دي طبعا نتاية نفاخ زي ما قلنا كده في بداية الفيديو. النتاية النفاخ دي ممكن ادخلها دلوقتي على الذكر طالما النتاية دي رمت الحصى. اهم حاجة يا جماعة ان انا احط النتاية ترمي الحصواية الاولى، وبعد كده ببدأ انزلها في العين اللي تحت. بتكون النتاية دي اصلا محطوطة جنب الذكر، بيحصل عملية تزاوج اصلا ما بينهم. ادخل النتاية دي بس بريح الذكر يوم او يومين، وابدأ ادخله النتاية في نفس الوقت. باخد اكبر عدد كبير جدا من القصوص اللي هي النفاخ دي وبجمع اكبر عدد منهم. صراحه انا لسه لغايه دلوقتي ما خدتش غير قص واحد بعته والزغلول ده، ولكن محضن حصى زي ما احنا شفنا كده. وفي برضو بعض القصوص اللاحم محضر تحتيهم حصى من اللي هو النفاخ الاحمر والاصفر واللي هو الازرق. دي عمليه التزاوج حبيت اتكلم برضو بيها على السريع. ولكن المشكله الاهم اللي هي مشكله الزغلول اللي عندي دي برضو اخر مشكله هتكلم عليها. اهي كده يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الزغلول ده اهو. الزغلول ده طبعا صغير جدا
ده طبعا كان هيموت مني اصلا، لقيته خارج من قاره او العظم بتاعه من الحصوايه بالطريقه دي كده. طبعا حطيت الحصوايه على وداني لقيت ان في نبض في الزغلول. دي اغرب حاله كبسه انا شفتها بصراحه. الزغلول مطلع العظم بتاعه من بره او كده، يمكن السمك القشره بتاع البيض مش سميك قوي، ولكن نظرا للضعف بتاع الزغلول مش قادر ان هو يخرج. هنشوف دلوقتي نقشر الحصوايه دلوقتي مع بعض يا جماعه. يمكن شايفين كده، يمكن الميه مفيش ميه خالص، الميه كلها نشفت والزغلول كان المفروض يخرج. قشرت الحصوايه اهي زي ما انتم شايفين، لقيت طبعا الزغلول ناشف تماما داخل الحصوايه. كان المفروض طبعا ان هو يخرج، مش قادر يخرج. حتى العظم بتاعه لقيته متعور من القشره بتاعته. دي حالات الكبس اللي هي ممكن تحصل نظرا لارتفاع درجات الحراره. سمك قشرة البيضة طبعا دي مش موجودة، ولكن نظرا برضو لضعف الزغلول ان هو مش قادر يخرج. كان لازم طبعا ان احنا نتابع الأسوس دي. اول ما الزغلول الصغير اللي هو الاولاني يخرج نبدأ ان احنا نوسع مطرح النقر بتاع الزغلول التاني اللي هو في ايدي ده للبيضة او الحصواية عشان نساعد مع الاهالي. طبعا انا ما عملتش كده لاني كنت مسافر، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انقذنا الزغلول. رجعت في اخر لحظة فعلا قبل ما الزغلول يموت. وزي ما انتم شايفين طبعا دي التعويره اللي هو تعورها في العظم بتاعه. هنحط بقى الزغلول تحت الحضان وان شاء الله يبدا يلبنه. طبعا التاني عمره كبير فممكن ان انا اساعد معاه. هطلع تاني يوم اشوف برضو الحضان اذا كان ملبنه ولا لا. بعد ما طلعناه من الحصوايه بقاله اكتر من ساعه كده، ان شاء الله باذن الله هيفوق. وهنتابعه بقى تحت الاهالي باذن الله. ان انا لازم اتابع الاسوس برضو بجرعات الفلاجيل اللي انا اتكلمت عليها، عشان طبعا ما يحصلش انسداد ما بين الحويصله وما بين فتحه المعده. دي برضو بتساعد في عدم تسمين الزغاليل. نتيجه برضو ممكن يحصل تحجر للحويصله او نتيجه تعفن الطعام، فممكن يحصل طبعا انسداد. عشان كده لازم ان انا استخدم جرعات الفلاجيل. بيفضل فعلا الحويصله طريه باستمرار وبيعمل عمليه تسمين للزغاليل بتاعتي. فدي حاجات طبعا انا اتكلمت عليها كتير جدا في فيديوهات، ولكن حابب ان انا افيدكم بيها من خلال الفيديو ده. زي ما احنا شايفين طبعا الزغلول وزنه ما شاء الله زي ما انا قلت كده هيصل ل 700 جرام او 650 بالقليل. دي كده طبعا عمليه التسمين اللي انا ممكن اعملها بدون اي حاجه وبدون اي اضافات ان انا ممكن اشتغل بيها مع الزغاليل بتاعتي. وبكده يا جماعه ده الفيديو بتاعنا اللي عملناه النهارده مع بعض، ويا رب تكون دي الجوله اللي احنا قدرنا نستفاد منها من خلال الجوله اللي احنا عملناها مع الحمام بتاعنا، ومن خلال المشاكل اللي احنا حليناها دلوقتي مع بعض. كده بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم. يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.